والله حرام يا السعوديه، اقسم بالله يا زلمه ركلات الجزاء ركلات الحظ يا اخي. وبعدين مدرب السعوديه ماشي، انت ليش تطلع قبل ركلات الجزاء قبل ما تخلص؟ مش فاهم انا يا زلمه، اقسم بالله استفزتني بالحركه هاي. يا اخي احكوا لي يا اخي، انا ليش اي منتخب عربي بحكي عنه بيخسر وبيطلع برا البطوله؟ يا زلمه هو انا نحس ولا شوف هي مشان الله. خلص المغرب كمان شوي ما بدي احكي لهم المغرب، لان هم المنتخب الواحد ضل بكاس افريقيا، بديش احكي عنهم اشي بالمره، بلاش يطلعوا هم كمان. يا اخي اقسم بالله كنت حابب السعوديه تتاهل يا اخي، كنا فايزين 10 دقائق ضاف وقت احتياطي يا زلمه، وقت اضافي، ورجعوا بالتعادل باخر الدقائق يا زلمه. والله السعوديه حرام اذا تطلع من كوريا، والله حرام يا اخي اقسم بالله. والله كنت حابب السعوديه تتاهل، والله قهر قهر. منتخب السعوديه بيودع كاس اسيا بعد الخساره امام كوريا الجنوبيه بركلات الترجيح بعد مباراه تسيدها المنتخب السعودي في شوطها الاول، وكان متقدم في النتيجه لحد الدقيقه 99 قبل نهايه المباراه بدقيقه واحده بس عشان يعود في المباراه المنتخب الكوري يسجل هدف التعادل. ومن نتيجه للاشواط الاضافيه اللي كان فيها بعض الفرص للمنتخب السعودي، لكن كان فيها تالق كبير جدا ولافت جدا للانظار من احمد القصار حارس مرمى منتخب السعوديه اللي النهارده قدم نفسه بشكل قوي جدا. كانت كل الامال تعقد عليه في ضربات الترجيح، ولكن هي ضربات الحظ في الاول وفي الاخر. المنتخب الكوري كمان عايز اقول لك ان هو بيسدد ضربات الترجيح دي باجاده فوق الوصف بصراحه. اللاعبين السعوديه اهدروا ضربتين ترجيح، لكن لو جيت للحق بقى هقول لك ان مانشيني هو اللي يشيل المباراه. بعد تقدم على كوريا وبعد اداء جيد جدا من المنتخب السعودي، ظهر تراجع غريب جدا وغير مبرر للخطوط الخلفيه، وكان بصراحه فرصه للمنتخب الكوري ان هو يخش اللقاء مره ثانيه. انت متقدم على كوريا وبتقدم اداء كويس وبتقدم شكل قوي هجوميا، ازاي تتراجع بالشكل ده؟ بالعكس انت بتروح بتحولات هجوميه سريعه، ما قدرتش حتى يكون عندك البدائل اللي تخلص المباراه. بالاضافه الى ان لقطه مانشيني في ضربات الترجيح بعد خروجه في الركله الاخيره سقطه في تاريخ المدرب الايطالي. بصراحه كده مش عايزه يرجع مع السعوديه تاني ولا يرجع يدير المنتخب السعودي مره تانيه. خلاص مدرب جبان وهرب بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، ساب حتى لعيبته من غير ما يقول لهم هارد لك ولا يقول لهم حتى عملتوا اللي عليكم. لقطه غريبه جدا بصراحه. هو النهارده الوحيد اللي يحاسب على خروج المنتخب السعودي من دور ال 16 كاس اسيا رسميا. وللاسف بعد ماتش مجنون السعوديه بتودع دور ال 16 من تقريبا واحد من اقوى منتخبات البطوله منتخب كوريا، وده تقريبا اول ماتش اتفرج عليه في بطوله اسيا كلها. ولكن المنتخب الكوري منتخب تقيل قوي يا جماعه، منتخب عنده سون هونج هي تشان لي كانج ان كيم مين جي، فمنتخب فيه لعيبه كلها تقيله جدا في اوروبا ومنتخب كويس جدا. والسعوديه عملت ماتش كبير بصراحه، لكن يمكن غلطه السعوديه ان هم بداوا يدافعوا من الدقيقه 70 وانت كسبان، فكانت النتيجه ان هم لبسوك جون ووصلت معاهم لاكسترا تايم. وفي تصرف غريب بعد ما لاعبين السعوديه ضيعوا كورتين، روبرتو مانشيني اكتر مدرب بياخد فلوس في البطوله مشي وساب الملعب بعد ما السعوديه ضيعت كورتين وما شافش بقيه ضربات جزاء كوريا. تصرف غريب بصراحه ومش بروفيشنال خالص من مدرب زي مانشيني. وفي النهايه هارد لك لكل جماهير السعوديه، معلش كلنا في الهوا سوا يعني. كوريا الجنوبية بتتعادل مع السعودية في آخر الثواني. بس أنا عندي سؤال محيرني شويتين. هو ليه الكرة العربية سواء في آسيا أو في إفريقيا ومنتخباتنا العربية أول ما بيجيبوا هدف بتلاقيهم رجعوا جوه ال 18 بتاعهم بطريقة أنت ما تتخيلهاش؟ يعني أنت دلوقتي ماسك الماتش وراكب كوريا يمين وشمال، وأنت عارف إن المنتخب وأنت بتلعب في أدوار إقصائية، انتهى تعادل في اخر الثواني. انا ما اعرفش ليه. طب ليه المنتخبات العربيه كده؟ انت جبت هدف، جيب التاني والتالت وهاجم عادي مش مشكله، ايه القصه يعني؟ لكن انت ترجع لل 18 عندك كده كده، لو مش عيار هيسيب عيار هيدوش، لازم هيدخل فيك هدف، وده اللي حصل في مرمى السعوديه. اتمنى ان منتخب السعوديه يفوق في الاشواط الاضافيه ويتاهل، والله كريم. هذا الجمهور لا يستحق هذا الخروج. آسيا اليوم ستفقد بريقها، آسيا ستفقد هيبتها، آسيا ستفقد أعظم ممول لتاريخ البطولة ونجاح البطولة هو الجمهور السعودي. هارد لكل سعودي. لم نستحق الخروج، خسرنا بالترجيح بركلات الحظ. كوريا الجنوبية لم تقدم إلا 10 دقائق، ولكن بإذن الله اللقب عربيا قطريا أو أردنيا بإذن الله. مع شو هالخروج التافه لمدرب مانشيني؟ شو قلة هالاحترام هي؟ شو هاللامبالاة هي؟ كيف انت تترك المنتخب؟ كيف انت تترك اللاعبين ولسه اصلا المباراة ما انتهت؟ كيف بتغادر قبل تنفيذ ركلة الجزاء الأخيرة؟ شو هالتفاهة هي؟ صراحة الاتحاد السعودي لازم يصدر قرار الإقالة هلا قبل ما انشر هذا الفيديو. ما معقول ابدا. هذا صراحة الخروج اللي صار هو اكبر
تأكيد على أنه في مشاكل داخلية عديدة جدا ما بين اللاعبين وبين المدرب وبين الاتحاد السعودي لربما الجمهور السعودي قبل بداية هالبطولة هي، وبهاللقطة ظهر. مين مفكر حالك أنت؟ مين مفكر حالك أنت عم تدرب منتخب سعودي من كبار قارة آسيا تيجي تطلع بهالطريقة هي وبالأسلوب هي؟ مين أنت؟ مين إيطاليا أصلا؟ صراحة قلة احترام كتير كبيرة، نرفزني جدا وعصبني جدا وتافه للأمانة، تافه. ما حقول إنه مثلا المنتخب الكوري ما استحق الفوز، بس مدرب تافه صراحة. تحياتي. مدرب تعبان جبان، اقسم بالله اجبن من هيك مدرب مع عيني ما شافت. مانشيني كان يقدم كرة ممتعة وما شاء الله عليه دنيا عالم، اقسم بالله ما عنده اشي، فارغ. منتخبك ممتاز بيقدر يمسك طابة، ليش التعليمات هاي يشتت يسلم الطابة لكوريا ليش؟ وفوق هذا شوف الجبن عند المدرب. قال اخر طابتين لكوريا، اخر طابه لكوريا، قال راح سحب حاله وطلع. يخرج ما فيها، خليك بالملعب، طبطب على اللاعبين، يقول لهم يلا هارد لك ان شاء الله بتقدموا، لسه قدمتوا بطوله جيده ان شاء الله، انتم الجيل القادم، ولا اشي عنده. يلا هارد لك للمنتخب السعودي.